السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا إني معاكم وإن شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسمي الله وتعالوا بقى كده نشوف مشروب الرسمي بتاع الشتاء السحلب اتعمل ازاي. شايفين القوام؟ تعالوا بقى نشوف مقاديره ونشوف مكوناته ايه. مكوناته سهلة جدا جدا جدا، بس كده بالراحة، انا ما سرعتش الفيديو ولا حاجة، وعاملاه بالراحة خالص عشان تكتبي ورايا وتعمليه كده وهيفضل معاكي طول الشتا تشربي منه. اول حاجة بقى جبت البولة دي وحطيت فيها 3 كوبايات من دقيق الرز. حطيت اول كوباية، هحط تاني كوباية. ده دقيق رز المغلف، انا جبت الدقيق المغلف بتاع الرز. بيبقى احسن بكتير لو طحنتيه في البيت، بس لو عايز تطحنيه في البيت ما فيهوش مشاكل خالص. كده انا حطيت 3 كوبايه. بس طحنيه ناعم جدا جدا جدا، يعني بتغسليه وتنشفيه، وبعد ما تنشفيه من الميه خالص بتفرديه كده على فوطه اللي تسيبيه تاني يوم، وبعد كده بتطحنيه ناعم جدا جدا جدا، يعني بيبقى اشبه بالدقيق. حطيت منهم 3 كوبايات، وبعد كده هنزل عليها بكوباية ونص نشا. كوباية ونص من النشا. النشا بتبقى نص دقيق الرز. النشا دي اللي بتديله القوام التقيل وكريمي في نفس الوقت كده، بتخليها خطيرة قوي. دي المقادير، عايزة تصغري او تقللي في المقادير بتقللي بنفس الكمية، يعني بتحطي مثلا كوباية دقيق بتبقى تحطي قصادها نص كوباية نشا، يبقى النشا نص الدقيق ان شاء الله. وبعد كده بنزل عليهم بكوباية من الكريم شانتيه. كريم شانتيه الباودر اللي هو من غير سكر، بنزل عليه بكوباية. بس كان يستحسن ان انا انخله بصراحة، لان لقيت يعني كان عندي في التلاجة وكده، فلقيته ايه مخرز كده، فلو يعني هو ما اثرش معايا في حاجة، بس لو كان اتنخل كان يبقى احسن بكتير. فلو انت هتعمليه يا ريت تنخليه. بعد كده هنزل عليه بكوباية لبن باودر. كوباية لبن باودر، الكوباية بقى دي عايزة تخليها كوباية ونص، عايزة تخليها كوبايتين، مش هتفرق كتير، بس هي كوباية كانت حلوة جدا جدا في المقدار ده. يبقى انا كده حطيت 3 كوبايات دقيق رز، حطيت عليهم كوبايه ونص من النشا، وحطيت عليهم كوبايه من الكريم شانتيه، وحطيت عليهم كوبايه من اللبن الباودر. كده حلو قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. حط بقى هنا كوبايه سكر باودر. الكوبايه دي برضو على حسب الرغبه بتاعتك. انا حطيت، بس بصراحه لما باجي اعمله بحط سكر تاني، بس انا حطيت كوبايه السكر الباودر بس دي، يعني لو حد جه ما بيشربش سكر او حاجه، فدي بتبقى ايه يعني مسكره حاجات بسيطه. وبعد كده حطيت 4 اكياس من الفانيليا. انا حطيت يعني كتبت كيسين، بس لا انا حطيت 4 اكياس. وبعد كده حطيت بقى السر بتاع السحلب، هو المستكه. انا رحت عند العطار بصراحه، قلت له عايزه ب5 جنيه مستكه، فاداني المستكه اللي هي الفصوص دي كده. فانا هدقها كويس قوي كده، يعني حطيتها في الكيس كده نظيف، وبعد كده هدقها كويس قوي، خليها ناعمه خالص. هي بتدق بسرعه على فكره، يعني مش مستاهله كبه او مطحنه او حاجه. فدقيتها كده كويس قوي قوي قوي، وهنزل بيهم كلهم. عملوا تقريبا حوالي معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره. لو انت عندك هي مطحونه، يعني عملوا معلقه كبيره بس مش مليانه قوي للاخر، يعني ممسوحه كده. هي ب5 جنيه بصراحه، جبتها حطيتها كلها. دي السر بتاع السحلب، يعني هي دي اللي بتدي النكهه الرهيبه للسحلب. هحطها بقى كلها كده. بصوا كده حطيتها، وبعد كده بقى نحط بقى المنكهات والحلويات بتاعة السحلب. حطيت 4 معالق كبيرة من السمسم المحمص. عايزة تزودي معلقة تقللي معلقة، مش هيجرى أي حاجة خالص، بس برضو 4 كانت بالنسبة لي رهيبة. يعني كانت كده يعني مظبوطة جدا، يعني كل نقطة في السحلب كان فيها سمسم. الكمية دي عملت معايا حوالي كيلو حبة كمان. كانت حلوة قوي، هتقعد معاكي طول الشتاء. وبعد كده حطيت هنا 3 معالق كبيرة من جوز الهند الناعم. 3 معالق كفاية جدا جدا جدا.
علشان ما يبقاش في البُق كتير كده يشرّق يعني. حلو أوي 3 معالق على الكمية دي كلّها. وحطيت بقى زبيب. حطيت يعني الزبيب ده كان موجود عندي برضه. لو أنتِ عايزة تجيبيه بتقولي للعطّار عايزة ب5 جنيه زبيب ب10 جنيه، وبتحطّي الكمية اللي تريّحِك. وكمان حطيت فول سوداني. أي مكسرات برضه عندِك عايزة تحطيه، أنا باحط فول سوداني باحطه كده أهو زي ما أنتم شايفين، ما باحبش أكسّره أو أطحنه شوية ولا حاجة لأ، باحبه سليم كده أوي، لإنه لمّا بيستوي بيبقى حلو أوي في الأكل كده، يعني بيبقى موجود كده وأنتِ بتشربيه بيبقى حلو أوي. وكده هاقلّب بقى. بُصّوا نقول تاني أنا حطيت إيه، أنا حطيت 3 كوبايات من دقيق الرز، وكمان حطيت كوباية ونُص من النشا، كوباية كريمة كريم شانتيه، كوباية لبن باودر، كوباية بسم الله الرحمن الرحيم سكر باودر، و4 فانيليا، وحطيت كمان معلقة كبيرة من المستكة المطحونة، وحطيت بقى 4 معالق سمسم مطحوني محمصين قصدي. محمّص لازم يكون محمّص عشان يدّي النكهة الحلوة أوي. وحطيت كمان 3 معالق من جوز الهند الناعم، وزبيب ومكسرات. أنا حطيت فول سوداني. وبس أقلّب بقى كده، هاقلّبهم كويس أوي، أوي مع بعض. بُصّوا عشان دي اللي أنا قُلت لكم عليها لازم إن أنا كنت يعني أنخل الكريمة. بس هي ما أثّرتش معايا بصراحة يعني، بس أنا كنت حابة إن أنا أعملها يعني. بُصّوا بقى هنا حطيتها في علب عايزة تحطيها في علب صغيّرة، تحطيها في أكياس في التلاجة على طول، تستعملي منها. وحطيت كمان في البرطمان الكبير ده، البرطمان ده بياخد كيلو، يعني كل ده على بعض كانوا كيلو وكمان حاجة بسيطة. تعالوا بقى نشوف إزاي بقى أنتِ ممكن تعمليها، هاوريكم القوام بتاعها إزاي. حطيت بقى هنا في الكنكة الصغيّرة بتاعتي دي القديمة دي حطيت فيها كنكتي حبيبتي دي باحب أعمل فيها أوي الحاجات دي. حطيت فيها كوباية لبن عادي خالص مش دافي ولا حاجة، ما تحطّوهوش دافي علشان ما يعملش النشا، لإن أنتم السحلب فيه نشا، وفيه كمان الدقيق الرز كمان فيه نشا، فلازم يعني ما احطّوهوش سخن ولا حاجة. حطيت بقى كده معلقتين على الكوباية دي كوباية كبيرة، 3 معالق. لو أنتِ عايزة تحطّي معلقتين شوفي بقى أنتِ ويعني وإيه زي ما بتحبيه، يعني عايزاه تقيل تحطّي، عايزاه خفيف تحطّي زيادة شوية. بس ده كان بالنسبة لي هاوريكم القوام بتاعه دلوقتي. حطيته على النار لحد ما تقل، وبُصّوا قوامه عامل إزاي، كان تحفة في قوامه بصراحة، وكان طعمه خطير، خطير، خطير بأمانة. كان طعمه حلو جدًا، جدًا، جدًا. حطيت بقى كمان كده عليه حبّة مكسرات من اللي كانوا فاضلين عندي. عايزة تحطّي بقى مارشميلو، عايزة تحطّي شوكولاتة مبشورة، اللي يريّحِك يعني اشربيه بالطريقة اللي تريّحِك بصراحة. هو بيتشرب في أي وقت في الشتا، حلو جدًا، 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 ومفيد جدًا للأطفال، وبيحبوه أوي، أوي، ونكهته كده طعمه حلو جدًا وخطير بصراحة. وكان قوامه مضبوط، الكمية دي حلوة جدًا، جدًا، جدًا. عايزة تكتّري عايزة تقلّلي، اللي يريّحِك خالص. وبس كده، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلِك مني كل جديد. وباي باي.